في الملف ديال اليوم غادي نتعرفوا على الرحلة الوحيدة الموثقة تاريخيا اللي وصلت لسد يأجوج ومأجوج. غادي تاخدنا أحداث هذه الحلقة لأراضي بعيدة، وغادي نعيشوا رحلة سلام الترجمان كاملة بكل الغرائب والعجائب ديالها. غادي نتعرفوا حتى على أوصاف السور العظيم اللي محبوسين موراه يأجوج ومأجوج، وحتى على الحرس ديالو وطقوسهم الغريبة. غادي نطلب منك أنك تبارطاجي هذه الحلقة بشكل خاص، لأن فيها معلومات من تاريخنا العربي الإسلامي المنسي تحت تأثير الغرب. ما تنساش الاشتراك، ولكن فقط لعجبك المحتوى. خذ لك قهوة ويلا نبداو على بركة الله. قصة اليوم ذكروها الكثير من المؤرخين في الكتب ديالهم، واللي أغلبيتهم خدوها من كتاب واحد سميتو المسالك والممالك لابن خردادبة، واللي هو بدوره خد المعلومات ديالو مباشرة من سلام الترجمان اللي كان قائد ومشرف على الرحلة لسد يأجوج ومأجوج. الحكاية بدات مع الخليفة العباسي الواثق بالله اللي جاته رؤية في المنام. شاف هذه الرؤية العجيبة أن السد اللي بناه ذو القرنين على يأجوج ومأجوج تهدم بالكامل. الخليفة فاق مخلوع من هذه الرؤية وشغلات بالو بزاف لدرجة أنه قرر يرسل بعثة باش تفقد أشطار في السور. المجلس المقرب ديال الخليفة نصحوه أنه كاين راجل واحد مؤهل لهذه المهمة، وهو سلام الترجمان، بحكم أنه كان كيدوي 30 لغة وعنده خبرة في الترحال. الخليفة وافق، وفي الحين أعطى الأمر للترجمان باش يكون بعثة استكشافية ويشد الطريق. سلام الترجمان انطلق من سامراء ومعاه 50 رجل شاب تميزوا بالقوة، بالإضافة ل 200 بغل محملين بمؤونة عام لكل شاب من اللي مشاو معاه. الخليفة العباسي من جهته أرسل رسالة للملك أرمينيا باش يستقبل البعثة فاش تدوز من أراضيه ويسهل عليهم الرحلة. ملك أرمينيا بدوره هو أرسل الملك اللان كيوصي على البعثة باش يتهلا فيهم حتى هو. وحتى من ملك اللان صيفط رسالة لطرخان ملك الخزر. كيف فهمتوا شي كيوصي شي على البعثة باش يتهلاو فيهم ويسمحوا لهم بالمرور فوق أراضيهم بلا مشاكل. المهم سلام الترجمان واللي مشاو معاه وصلوا للخزر وبقاو فيها ليلة ونهار. وهنا في الخزر جات قصة شهد عليها الترجمان أغرب من الخيال. هاد القصة ما تذكراتش في جميع المراجع اللي حكات على الرحلة، ولكن تذكرات في كتب قليلة بحال عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات. القصة قال فيها الترجمان باللي فاش وصل للخزر شاف شي ناس صيدوا حوتة عملاقة من البحر، وفاش حلوها خرجت منها مرة خارقة الجمال، وكانت بيضاء وشعرها احمر، وكانت كتغوت وكتنتف في شعرها. ووصفوا جسمها من جهه رجليها بحال الا كان لاصق فيه ثوب حريري غريب من السره ديالها لركابها. وشدوها هذوك الرجاله وبقاو كيضربوا فيها لراسها حتى مشات عند الله. الترجمان ما فهم والو في هذه القصه. المهم نكملوا القصه. الترجمان خرج من بلاد الخزر وعطاه الملك ديالها 5 ديال الرجاله باش يوريوه الطريق بحال القيد كيف تنقولوا. مشاو في الارض لمده 26 يوم حتى وصلوا لواحد الارض لونها كحل وريحتها خايبه بزاف، وغطاو وجوههم باثواب فيها الخل باش ما يشموش هذاك الشيء. هاد الارض مشاو فيها 10 ايام حتى وصلوا لواحد الارض اخرى كلها ديور مخربه، وبقاو غاديين فيها 20 يوم. ملي سول الترجمان هذوك المرشدين على اش وقع في هاد المدن المخربه، قالوا لي انها كانت مدن زوينه وهجموا عليها يأجوج ومأجوج فاش كانوا حرين ودمروها. البعثه كملوا طريقهم حتى وصلوا لواحد الحصون كانت قريبه من الجبل اللي تسد فيه على يأجوج ومأجوج. لقاو تما ناس كيهضروا بالعربيه والفارسيه ومسلمين كيقراو القران وعندهم مساجد ومكتبات كبار. هذوك القوم شافوا الترجمان والبعثه ديالو وسولوه منين جا. جاوبهم الترجمان انهم مرسلين من طرف امير المؤمنين. تعجبوا من كلامه وسولوه واش هاد الامير شاب ولا كبير في العمر، وجاوبهم انه شاب. وما يسولوه تاني على الارض منين جاي اسميتها، قال لهم جاي من سامراء في العراق. ولكن هذوك القوم ما كانوا كيعرفوا لا فين جات العراق ولا الخليفه ديالها. من بعد الترجمان كمل طريقه حتى وصل لمدينه الايكه اللي كانوا عندها بيبان ضخمه مكونه من الحديد وموراهم مزارع خضراء على مد البصر. وهذه هي المدينه اللي كان كيجي لها ذو القرنين بالجنود ديالو. بين هاد المدينه وسد يأجوج ومأجوج 3 ايام ديال المشي، وبيناتهم بزاف الحصون والقرى الصغيره. البعثه دازت من بين هذوك القرى حتى وصلوا للسد في اليوم الثالث، وتما لقاو سلسله جبال دائريه. والترجمان قال باللي طلعوا الجبل عالي بزاف منهم ولقاو فيه حصن. وصف لينا ان السد اللي بناه ذو القرنين جا في واحد الفج بين جوج جبال، كان العرض ديالو 200 ذراع، ومن بين هاد جوج جبال كانت الطريق منين كيخرجوا يأجوج ومأجوج ويهجموا على الناس. زاد وصف لينا ان ذو القرنين حفر السد
الأساس ديال السور بعمق 30 ذراع وبناه بالحديد والنحاس حتى وصل لمستوى الأرض، وتما بنى جوج بودرات كبار كل وحدة فيهم العرض ديالها 25 ذراع والسمك ديالها 50 ذراع الوحدة، مبنيين بطوبات من الحديد مخلط بالنحاس. في هذا السد العملاق كانت بوابة كبيرة مكونة من جوج بيبان واحد حدا الآخر ومكونين من الحديد ومسدودين بقفل كبير الطول ديالو 7 أذرع، وفوق القفل ب5 أذرع كاينه ثقبة ديال الساروت ديال البوابة، وهذاك الساروت كان الطول ديالو 1.5 ذراع معلق في سلسلة حديدية كبيرة لاصقة في البوابة طولها 8 أذرع. في الجانب ديال البوابة على اليمين واليسار كاينين جوج الحصون الطول ديالهم 200 ذراع، وقدام كل باب ديال هاد الحصون كاينين جوج شجرات كبار وحداهم عين ديال المياه العذبة. وشاف الترجمان وسط واحد من هاد الحصون آلات البناء اللي تبنى بهم السد، بالإضافة لبقايا من الطوبات ديال الحديد اللي صداو وتلاصقوا مع الوقت. زاد وصف لينا أنه شاف مجموعة من الفرسان حدا السور، وكل واحد من هاد الفرسان شاد في إيدو مرزبة، والمرزبة هي هاد الأداة اللي كتشوفوا في الصورة دابا. فاش سول الترجمان شكون هاد الفرسان، جاوبوا هادوك المرشدين انهم حراس السد وباللي كيتوارثوا الحراسة ابا عن جد، وزادوا قالوا لي انهم كيجيو كل اثنين وخميس لقدام السور وكيضرب القائد ديالهم بالمرزبة ديالو القفل الضخم ديال البوابة 3 المرات في النهار، ضربة مع الصباح وضربة مع الظهر وضربة مع العصر، وفي كل مرة كيضرب كيبقى يتصنت باش يسمع الصدى مورا البوابة. فاش سولهم الترجمان على السبب ديال هاد الضربات، جاوبوه المرشدين ان الغرض منها هي يسمعوا اللي مورا البوابه يعني ياجوج وماجوج انه كاينين ناس حاضين السد، وفي نفس الوقت باش هذوك الفرسان يتاكدوا ان البوابه والقفل ما فيهم حتى شي مشكل. الترجمان مشى عند هذوك الفرسان وسولهم واش كاين شي شوائب او انشقاقات في السور او البوابه. من بعد ما سولهم هذوك الفرسان داوه حدا البوابه ووروه واحد الشق وصفوا الترجمان باللي كان صغير بحال الخيط الدقيق. الترجمان تخلع وسولهم واش يخافوا على راسهم من هاد الشق وواش البوابه تقدر تهرس ويخرجوا منها ياجوج وماجوج. طمئنوه الفرسان وقالوا ليه باللي عادي حيت البوابه فيها في السمك ديالها 11 ذراع. الترجمان ارتاح وجبد واحد الخنجر ديالو وقطع به مقدار نصف دينار ديال هذاك الوقت من البوابه كدليل للخليفه على انه وصل للسور ودار المهمه ديالو. من بعدها الترجمان شاف في الباب اليمين من البوابه ولقى مكتوب فوقها فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. الفضول ديال الترجمان غلب عليه وسول هذوك الفرسان واش عمرهم شافوا قوم يأجوج ومأجوج. جوابهم كان غريب وعجيب، قالوا لي بلي واحد النهار شافوا واحد المجموعة من يأجوج ومأجوج فوق الجبل اللي كان لاصق فيه السور، وجاو غيوم كحلة وبرد كتير ولاحتهم من فوق الجبل وطاحوا حدا هذوك الفرسان، ووصفوهم باللي كان الطول ديالهم شبر ونص والله أعلم. المهم الترجمان ملي طمأن على سلامة السد رجع في حاله لسامراء. في طريق الرجوع دازوا من خراسان والخراج بعدها سمرقند ومن تما لنهر البلخ وقطعوه حتى وصلوا لبخارى، ومن تما دازوا من نيسابور حتى وصلوا لسر من رأى أو سامراء في العراق. الترجمان قال لنا أن في الرحلة ماتوا 12 راجل في رحلة الذهاب و14 في رحلة الإياب، يعني من 50 راجل و200 بغل رجع غير 24 راجل و23 بغل. رحلة الذهاب للسد استغرقت 16 شهر ورحلة الإياب خدت غير 12 شهر أو عام واحد. رحلة الترجمان عجيبة وغريبة، وخاصنا نعرفوا أن أحداثها كانت مرجع بزاف الجغرافيين العرب وأبرزهم الإدريسي اللي كنت هدرت عليه وعلى كتابه في حلقة الأراضي المحذوفة من الخرائط اللي غادي تقترح عليكم في نهاية هذا الفيديو. هذا الإدريسي رسم خريطة العالم وحدد فيها مكان سد يأجوج ومأجوج بناء على رحلة الترجمان. نبغي نذكرك أنني جبت لك الأحداث اللي تسردات في الكتب على رحلة الترجمان وماشي كلامي هذا، وفي الأول والآخر العلم لله وحده سبحانه وتعالى. إلى عجبتك الحلقة خلي لي الإعجاب، ولا حبيتي نتناقشوا في هذا الموضوع نقاش بناء مرحبا بك في التعاليق، وأهم حاجة ما تنساش الاشتراك في القناة. إلى الحلقة المقبلة، ومن هنا لتما خلي ديما خيالكم مفتوح.